السحري بتاعنا. ايه رأيكم؟ الصندوق ده بقى هتلاقوا فيه كل حاجة، يعني هتلاقوا فيه مخمرية، في المخمرية دي وفي دي، ما علينا اهي. لا ده انا لازم اطلعها لكم لانها فظيعة. بصوا المخمرية دي، وهتلاقوا فيه صن بلوك، وهتلاقوا فيه سبراي، وهتلاقوا فيه ده زي بادي سبلاش كده، كنت عاملاه بالمسك زي اللي كنت منزلاه لكم بس مزوده فيه حاجه تانية. وهتلاقوا فيه كريم المرطب او كريم الحفاض بتاع يويو اللي كانت بتاكله من يومين. وهتلاقوا فيه الكريمات بتاعتي بتاعت بصوا انا هبقى اعمل لكم فيديو بالصندوق ده او بالمنظم ده، اقول لكم اهم الحاجات اللي بتنفعني في الشتاء وبخليها قدامي بدل ما افضل ادور في الادراج واقلب الدنيا. فالمهم بقى بصوا البتاع قدامي والله ما شفتوش. المهم هلف الطرحه بقى وارجع لكم تاني. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اول فيديو اعمله معاكم وانا بجهز، وبصراحه نوعيه الفيديوهات دي انا نفسي بتفرج عليها وبحبها جدا، فقلت بقى ننوع كده شويه. هيبقى كله مطبخ وتنظيف وترويق والكلام ده كله، لا نروق على نفسنا برضو. المهم بقى ايه، انا كنت النهارده رايحه مشوار كده برضو، هاخدكم معايا جوله سريعه جدا 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 فيه، بس قلت ايه نجهز مع بعض. اول حاجه انا بحب قوي ارطب بشرتي. بصوا بس مبدئيا كده عشان نبقى متفقين، انا اخر واحده ممكن تعلم حد يحط ميك اب او اي حاجه في حوار السكين كير او البشره والشعر وحمامات الزيت والكريم والحاجات دي، بهتم بيها قوي. لكن الميك اب والكلام ده كله مش بهتم بيه، يا دوبك بتعلم الحاجات الضروريه قوي اللي تنفعني انا يعني او اللي بتليق معايا. تمام، فانا اخر واحده ممكن تعلم حد اي حاجه، بس انا بحط الحاجات اللي بتليق معايا. مبدئيا كده اول حاجه عملتها زي ما انتم شايفين، رطبت بشرتي بالكريم المرطب المفضل بالنسبه لي بصراحه. وبعد كده بقى بحط كونسيلر في الاماكن اللي محتاجه فيها اضاءه، اللي هي الاماكن اللي بتحسوا ان هي بتبقى غامقه شويه، حوالين البق كده، حوالين العين طبعا، الهالات، الكلام ده كله، عند القوره، الكلام ده. تمام، انا بعمل على فكره بالسبونشه بالراحه، بس هو علشان الفيديو متسرع فممكن يتهيأ لكم ان انا بدعك جامد، بس انا لا، يعني ببقى بوزع بالراحه يعني. بصوا بقى، ممكن يكون على فكره الكاميرا مش مبينه ان هي ادت اضاءه قوي، بس هي في الحقيقه بتبان بصراحه، يعني في الحقيقه او في الواقع هي بيبان اكتر من التليفون يعني. بصوا بقى، هنا كنت بحط كمان زبده كاكاو لونه. بصوا زبده كاكاو طالع عينها عندي بقالها فتره طويله قوي، بس قبل ما بحط التنت انا بحط تنت انا عاملاه في البيت، بفضل يعني التنت لو هحطه على شفايفي ووشي بحب ان انا ابقى عاملاه في البيت، يعني عاملاه في البيت التنت العادي اللي هو كان بيتعمل باللون الغذائي دوت. بس لازم ابقى مرطبه بشرتي، ببقى مرطبه شفايفي كويس جدا، لان هو في عيب ان هو ممكن لو الشفايف ناشفه بيلزق في حته والحته التانية لا، فبحب ان انا ابقى حاطه زبده كاكاو كده. هنا بقى بحط على الاسبونشه، وبعمل بدل ما احطه على وشي على طول ويلزق لانه بيبقى قوي، فبحب بقى احطه على الاسبونشه وبعدين ايه احطه على وشي. شايفين بقى الفرق؟ بصوا بيدي لون حلو قوي. ميزته بقى ان انت تقدري تعملي تركيبات الوان كتير قوي، لان الالوان الغذائيه كتيره. انا قبل كده كنت عامله الاورنج وكنت عامله البينك، حلوين قوي. اللي معايا دلوقتي ده الاحمر، هبقى اعمله معاكم في مره كده ان شاء الله. مبدئيا كده زي ما قلت لكم، انا اخر واحده ممكن تعلم حد يعمل ميك اب في الحياه، لاني انا حرفيا انا بشوف الفيديوهات وبتعلم الحاجه اللي هتلاقي عليا، وحاجات كتير قوي ما بهتمش ان اعملها. حتى رسم الحواجب والماسكارا والكلام ده كله ما بحطهمش غير للضروره القصوى، يبقى عندي بقى فرح، مناسبه، الكلام ده. لكن غير كده انا لا، انا يعني اقل واحده ممكن يعني تقف قدام المرايه حتى. وهبقى اعمل لكم بقى فيديو عن المنظم ده، اقول لكم اهم الحاجات اللي بحطها قدامي على التسريحه. انا كده خلصت. بصوا انا اقل واحده ممكن تقف قدام المرايه. اول حاجه ما عنديش خلق، انا ما بعرفش اقعد بقى احط واظبط والكلام ده، يعني ما بعرف. انا نفسي اعرف على فكره، واللي بيعرفوا يعملوا كده دول
شابوليكوا بجد، انتوا معلمين. انا ما بعرفش اعمل ده. في الضرورة بقى لما بيبقى عندي مناسبة ولا حاجة بخش اشوف الفيديوهات، وعشان وقتي يعني اعرف اظبط الدنيا وقتي، وبعدين بنسى. لان انا اهتماماتي في حاجات تانية، يعني انا اهتماماتي ليها حاجات تانية خالص. بس يعني برضو ده ما يمنعش ان احنا يعني لازم برضو نظبط الدنيا. بصوا دي مش عايزة تروح خالص، العلامة بتاعت التعب اللي كانت عندي اخر مرة. مش مشكلة، بس هي عندي قمر ما عنديش قمرين، كده كده الكلام ده ما بيفرقش. المهم بقى نكمل. هلبس البتاع ده، والبتاع ده قديم قديم قوي. وبرضه يا جماعه عايزه اقول لكم حاجه، مش معنى ان الحاجه قدمت وطلعت موضه جديده ان احنا نرمي الحاجات القديمه اللي عندنا. اول حاجه حرام محدش لاقيها. تاني حاجه يعني هي عجباكي وبتلاقي عليكي وكنتي جايباها علشان هي اصلا حلوه، فمش معنى ان في موضات تانية طلعت ان احنا ممكن نبطل الحاجه اللي عندنا او نرميها. انا ضد الفكره دي خالص. انا بحب استخدم الحاجه لحد لما تجيب اخرها حرفيا، الا خلاص بقى لو باظت مش هينفع استخدمها. لكن مثلا حاجه زي دي ممكن تكون ستايلها قديم بس عجباني جدا، شكلها حلو وبتليق معايا على اغلب اللبس. تمام تمام. هعمل ايه بقى تاني؟ هلبس الجاكيت الجينز ده. والجاكيت الجينز ده انا كنت جايباه من العتبه. والله العظيم كنت جايباه من العتبه، بقاله كتير قوي معايا ما شاء الله، اللهم بارك يا رب. غسيل ولبس غسيل ولبس. برضو مش معنى ان احنا بنجيب الحاجة من العتبة والموسك ووسط البلد والحتت دي ان هي رخيصة، لا، او ان هي وحشة. تمام. انتوا بس اللي ايه، في ناس كده بتحب نوع معين من الفشخرة والقنعرة وحاجات غريبة كده. بس انا مادام الحاجة عجباني ولايقة عليا لا التفت للانظار بتاتا بتاتا. حاجة عجباني خلاص، حاجة لايقة عليا خلاص. المهم ان هي لايقة عليا على قد جيبي وعلى قد اللي معايا. فكرة ان انا اجيب الحاجة بقى علشان مش عارفة مين جاب ايه، وعلشان مش عارفة دلوقتي البنات بيتجهوا لايه. خليكي في اللي معاكي واللي بيليق عليكي. تمام تمام. دي اهم حاجة. اهو زي الفل. حاجة انا مفصلاها، حاجة جايباها مش اللي هي الغالية قوي ولا الرخيصة قوي، معقولة. العقد ده ولا ايا كان اسمه ايه كنت جايباه برضو تقريبا ب20-25 جنيه. الطرحة برضو كنت جايباها من وسط البلد مش فاكرة بكام. ميك اب خفيف بسيط ضعيف. وهنتكل على الله ونبتدي الجولة بتاعتنا ونشوف هنروح فين. مهم يعني كملوا الفيديو للاخر، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وعلى الصفحة. تمام. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه بقى. قبل ما اقول لكم، اول حاجه ده الشكل النهائي اهو. ايه رايكم؟ فظيع. انا كنت من اكتر الناس اللي اقول مستحيل البس ابيض، ولكن اكتشفت ان الابيض في اللبس ليه زهوه والشكل مختلف خالص. يعني انا كان بالنسبه لي ان البس ابيض دي اللي هو انك تعدي مثلا البحر وما تتبلش. متخيلين؟ بقيت بعشقه. والشنطه دي كنت جايباها من وسط البلد ب100 جنيه. كانت نازله عرض، كان سيل في وقت كان نازل فيه تخفيضات، مش فاكره امتى. كانت ب100 جنيه اقسم بالله. بصوا، لبس وبهدله وكبيره جدا من جوه. الشنطه دي لازم اخدها معايا، فيها حاجات اليويو كلها بجمعها فيها، والمحفظه بتاعتي بحر من جوه. وبما اننا طبعا الفتره دي كل شنطنا كبيره، فدي باخدها معايا في كل المناسبات. فيها بقى الابيض او الاوف وايت، فيها الكحلي، الاسود، الجراي. يعني معاكي على اي حاجه هتلفحيها على دراعك وتتكلي على الله. قبل ما اقفل يعني حبيت اوريكم الشكل النهائي للاوتفيت بتاعي. وطبعا الشوزه هنلبسها بره، عشان انتوا عارفين انا ما بحبش البس الشوزه جوه، لان طبعا ده مكان بنصلي فيه، مش هينفع نلبس فيه الشوزه هنا والتراب والبهدله. بس المهم بقى يلا بينا نبدا الجوله بتاعتنا ونشوف هنروح فين. هنا بقى كنا راكبين العربيه. انا كنت نازله اللي جنبي ده مسجد الازهر طبعا. انا كنت نازله يا بنات شارع عبد العزيز.
في الواقع شارع عبد العزيز أنا ما كنتش نازله اصلا، انا كنت نازله كارفور بقى، عيد ميلاد كارفور بقى، وعايزه اجيب شويه حاجات وعايزه اسال على حاجات وكده. المهم جالي كميه فيديوهات ضرب للناس هناك بيضربوا بعض وكده. وانا بصراحه الفتره دي ماليش اي مزاج ان انا انضرب بصراحه، مش قادره يعني ان انا انضرب او اعافر في زحمه، فقلت لا، انزل بكرامه شارع عبد العزيز حتى لو في فرق 100 او 200 جنيه في الحاجه مش قصه. ولكن اكتشفت على فكرة ان في الشارع في حاجات ارخص من اللي منزلها اصلا كارفور. المهم اللي عدت دي كانت القلايات الهوائية والاير فراير، بس اسعارها خزعبلية يعني، بتبدأ من 300 وحاجات غريبة كده. والتلاجة اللي هتجيلكوا ديت كنت واقفة مع محمد بقول له تفتكر التلاجة دي بكام؟ قال لي يعني 25 ألف جنيه. بسأل الراجل قال لي ب55 ألف جنيه اللي هي الهتاشي دي. بس يا بنات من جوه الله يعني يبارك اللي هياخدها، هي فظيعة. المهم هنا بقى كنت جبت الشاشة. الاسعار بقت صعبه جدا. رفع الجبال ديت القلايات بتبدا من 3300 ايه؟ القلايات بتبدا من 3300 والسخانات اللي ما كانش ليها سعر بتبدا من 2000 ايه ده، ربنا يرحمنا. الجهاز اللي كنت جايبه بكام؟ ايه الجهاز اللي كنت جايبه بكام؟ انا ماشي والله ما فاكره. والسخانات كنت جايبينه انا وانتي جايبينه ب 950. 950 يا بتكلم مع ريتني كنت محمد جبت وانا وقتها، راكبة تاكسي. حاجه غليت قوي. والشاشه الاسعار فعلا صعبة بحب جدا. نروح نحطها في البيت. ها؟ ايه كنت جايبه كام؟ 2000 1950. 1950 يونيون اير من كام سنه، من 3. الشاشه كمان السامسونج سامسونج اللي عندنا التانية كنا جايبين واحدة 1950 انا جبت دي من امان. ويونيون اير كنا جايبينها انا جبت من امان ب 2000 2000 جنيه. بس من 3 سنين الحاجة ولعت. بس اللي خلاني بقى لما نشوف بقى نيكاي دي عاملة ايه، نظامها ايه، خلاني اعتمد يا مسهل. هنا بقى كنا مروحين، بس عايزه اقول لكم يا بنات ان انتوا لما تنزلوا شارع عبد العزيز مش اول محل تسالوا فيه تجيبوا منه، لان الاسعار هناك متفاوته وبتتفاوت في القطعه مثلا من 200 300 جنيه. اسالوا كذا حد وبعدين ارجعوا للمكان اللي انتوا حسيتوا ان هو السعر بتاعه مناسب وخليه يجرب لكم الحاجه، لان قبل كنا هنشتري واحد شاشه ولقينا الشاشه مكسوره لما فتحها. تمام. هنا بقى كنا مروحين انا واليويو وباباها وخلصنا الجولة بتاعتنا وطلعنا الشاشة عند اختي والحمد لله اشتغلت وزي الفل. هبقى اعمل لكم